السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الممبار بأروع تتبيلة بخلطة جبارة، وهقولك بقى وهوفر عليكي حيرة هتعمليه ني في ني ولا متسبك. بس تابعي الفيديو معايا للآخر، وهقولك على تريكات كده وسر التسوية المظبوطة، وهقولك كمان ازاي تحشيه بسرعة الصاروخ. بس قبل ما ابدا الفيديو، للي ما يعرفنيش انا شيماء فرغلي ودي قناتي. اتمنى ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا سريعا. اول حاجة معايا طبعا حلة على النار، وهنبتدي نعمل الخلطة. وركزي بقى في الخلطة علشان خاطر هتعرفي دلوقتي هو متسبك ولا ني في ني. اول حاجة معايا هنا انا معايا شوية من الدهون الحيوانية يا جماعة. يا سلام لو ليا كمان، لو ملكيش فيها خلاص حطي بدلها سمنة. واول حاجة معايا بصلة بقى، وهقطعها كده مكعبات زي ما امهاتنا كانوا بيعملوها، ودي سر التطعيمة والتسكيرة بتاع التسبيكة. ما تسبقيش الاحداث وتسيبي الفيديو وتمشي وتقولي دي هتعمله على يعني متسبك. استني عشان انا هقولك ان احنا النهاردة هنعمله ني ومتسبك في نفس الوقت. خلاص انا قطعت الكمية. ده كان كيلو ونص من الممبار، فطبعا هياخد معايا 2 كيلو الا ربع من الرز وكيلو ربع من الصلصة، علشان خاطر بس الناس اللي يعني اول مرة هتعمل فتكون عارفة وتعمل حاجة على قد المقدار بالظبط. خلاص البصلة بتاعتنا اهي اتشوحت في المادة الدهنية ايا كانت، واول ما تشف بسيط ما تاخدش لون يا جماعة، وده سر التطعيمة بتاعتها. هروح انا بقى جايبة دلوقتي معايا معلقة كبيرة من البابريكا، ومش بابريكا مدخنة لا يا جماعة، البابريكا العادية، علشان بلاش المدخنة لانها بتعمل ريحة كده، يعني انا ما يعني مش بحبها بصراحة. الخطوة دي هي اللي بتخلي الصلصة لونها احمر ناري وجميل. معايا انا بقى هنا 4 حبايات من الطماطم، مقطعين مكعبات، وعليهم نص قرن فلفل حامي. تقطيعة الطماطم المكعبات او كاريهات والبصل بتنقل العل بتاع ده التسبيكة في حتة تانية خالص. وطبعا الممبار بيحب التسبيكة تكون قوية. ومعايا بقى هنا كيلو الطماطم ضرباه في الخلاط ضرب ناعم. طبعا احنا مش بنصفي الطماطم للمحشي، هي افضل حاجة كده. وهسيبها بقى تغلي غلوة واحدة كده، وابتدي بقى احط لها البهارات الطبيعية بتاعتنا اللي احنا بنحبها، عبارة عن معلقة كبيرة من الكزبرة والفلفل الاسود، ونص معلقة كمون، وملحك طبعا. وطبعا الخلطة بتاعتنا ما خلصتش لحد كده، طبعا ظبطي الملح بتاعك براحتك انتي. وهنبتدي بقى سيبها كده تتسبك على نار هادية، يا ريت تسبكيها على نار هادية، ما تعليش النار عشان البصلة تستوي. شايفين ما شاء الله بعد ما اتسبكت بقى لونها عامل ازاي؟ تعالي بقى نعمل الخطوة اللي جاية. دلوقتي بقى انا معايا 2 كيلو الا ربع من الرز المصري غسلاه. ويعني تغسلي الرز المحشي يا جماعة وتنزلي بيه على طول على الخلطة. طريقة انك تسبكي الرز مع الطماطم او الصلصة بتاعتك بتخلي الرزاية شاربة من الصلصة وطعمها جميل، وفي نفس الوقت مفلفلة، ومهما تعملي عمره ما يعجن منك ابدا. وكمان بتدي سنة تسوية بسيطة للرز، فانت بتبقي مطمنة ان الرز بتاعك ان شاء الله عمره ما هيعمل ني. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، دي يعني للحبايب كده. خلاص قلبت الرز مع التسبيكة واتشربت. تعالوا بقى نعمله على ني في ني. اه ده الجزء التاني، الني في ني دي عبارة عن بصلاية كبيرة وفلفلاية انا بشراهم بشر ناعم، ومتبلاهم بفلفل اسود وكزبرة ورشة بسيطة من السكر، والاهم من كله ده يا جماعة رشة قرفة ورشة نعناع. جربي تحطي النعناع مع القرفة في المحشي الممبار، هتلاقي طعمه في حتة تانية خالص. وبكده انا جمعتلك بين التسبيكة
يعني الصلصة المتسبكة وبين التسبيكة الني في ني. وبعد كده نزلت عليهم بأربع أربطة من الشبت والكزبرة. بس طبعا بعد ما كانت الخلطة بتاعتي بردت خالص. مبدئيا كده قبل ما ابدا في حشو الممبار واللي هنحشيه بسرعه مع بعضينا، هقولك ان الصوره دي يا جماعه لو لقيتي الممبار بعد ما جبتيه في البقع دي ففورا تتخلصي منه وتغسلي مكانك وتعقمي ايدك كويس، لان ده بتبقى يعني العجل او الحاجه اللي هي الحيوان اللي مستخرجين منه بيبقى للاسف عنده السل. انا حبيت احط الصوره علشان انبه حبايبي واخواتي وما يضيعوش وقتهم في التنظيف. تعالوا بقى بعد ما نضفت الممبار، وان شاء الله هنزله في فيديو منفصل لوحدي هقولك بقى هنحشي ازاي. طبعا انا بعد ما كنت حشيت كمية كبيرة فافتكرت اصلا ان انا اصور طريقة الحشو. فانا بجيب الرقبة بتاع الازازة، اي ازازة متوفرة عندك، واقطعها كده بسكينة او بمقص، وابتدي بقى امسك الممبرايه يعني واروح حطاها في رقبة الازازة او في عنق الازازة، وابتدي احط زي القمع كده. فكرة القمع، لو انت عندك قمع ممكن تعملي الحركة دي، شايفين؟ واحشي بقى، بيتحشي بسرعة. وانت بتحشي تنزلي بايدك وتحاولي تنزلي المحشي كده بالطول في قطعة الممبار وتبططي. لازم التبطيطة دي بتخرج اي رز زيادة وبتخليه ما بيفرقعش منك. شايفين ما شاء الله الكمية؟ يعني حاولي بقى وقولي بالمناسبة يا جماعة احنا بنخلي الدهن من بره مش من جوه. اولا لما بيكون من جوه بيبقى اتقل، وثانيا بيفرقع، ممكن يفرقع منك، فاحنا للضمان بنخليه من بره. شايفين اهو؟ بفتح تاني واحدة بعملها معاكم، بفتح الممبراية كده من فوق واحطها في عنق الازازة واعمل معايا بقى الخطوة هنا. معايا هنا شوربة عادية كأنك هتعملي شوربة بالظبط، وهبتدي امسك الممبارة من الطرفين عشان المبتدئات، وانزل بقى كده في المية اللي بتغلي، لازم تكون بتغلي علشان الحركة دي بتخلي نهاية الطرفين بتاع الممبراية يقفل على الرز، فما يفضاش منك ولا يفرقع ولا اي حاجة خالص. انا باكد تاني الخطوة دي للمبتدئات، انما غير المبتدئات او يعني اللي خلاص ليهم وقت طويل في المطبخ وهم ما شاء الله يعني محترفين، فيلا حطيهم كلهم ما فيش مشاكل خالص. ما تمليش الحل قوي علشان خاطر ما يعملش. قعد معايا بالظبط غلى غلوتين، وقعد على لمدة ساعة. وطبعا التحمير عارفينه كلنا، بس تركة كده معايا، رشي رشة ملح في الزيت علشان ما يفرقعش منك ويطرقع يمين وشمال. ويا ريت وانتي بتعمليه تبعدي ايدك عشان خاطر بيفرقع طبعا. ويا ريت كمان تغطي عليه وهو بيتحمر علشان الجلد لو في سنة شدة بسيطة تروح وتستوي كده، والرز يطوله التحمير كده ويبقى مقرمش وجميل. حقيقي طعمه خطير وتتبيلة ممتازة جدا. يعني بألف هنا وشفا على قلوبكم. وأنا هسيب لكم في صندوق الوصف مكونات أي وصفة ومقاديرها، وحبة وصفات كده اقتصادية كمان هتنفعكم. ألف هنا وشفا، وأشوفكم على خير وفيديو جديد، والسلام عليكم.